في حاجات من الأحسن إنك ما تعرفهاش، علشان لو عرفتها يا هتزعلك يا هتوديك في حتة انت مش حابب تبقى فيها. عم سعد هو راجل خمسيني بيحرس مقابر عيلة كبيرة من 20 سنة. بيحكي ان وظيفته بدأت بسيطة، يفتح الباب وقت الدفن ويقفل بعد ما الناس ما تمشي. لكن بمرور الوقت بدأ فضوله يوديه انه عايز يعرف اسامي المدفونين وحكاياتهم. جيت في يوم الفضول قتلني وحبيت اسأله هل في حاجة غريبة حصلت لك قبل كده؟ ضحك وقال لي طبعا كتير جدا، بس اغرب حاجه ممكن ابقى سمعتها هو صوت البنات اللي بتغني بعد الفجر. الساعه 4 الفجر تقريبا، الدنيا هاديه ومفيش صريخ ابن يومين، وفجاه عم سعد بيقول سمعت صوت ناس بتغني. الصوت طالع من عند قبه وسط المقابر. قام بسرعه علشان يشوف مين المتخلف اللي بيغني في وسط المقابر بالليل في الوقت ده، لكن فجاه ما لقاش حد. الصوت كان واضح جدا وكان باين انها اغنيه قديمه لوديع الصافي. عم سعد رجع مكانه، ولما طلع الصبح سأل واحدة ست قديمة في المنطقة وموجودة بقالها كتير هو ده صوت مين؟ قالت له دي بنات الجن يا سعد، انت راجل طيب ونصيحة مني ليك ما تروحش هناك.